تخيل إنك واقف في الشارع وفجأة من غير أي مقدمات جسمك بدأ يتحرك، مش أنت اللي قررت ولا أنت اللي اديت الأمر لجسمك. جسمك بدأ يرقص، بتحاول توقف نفسك، مش قادر. رقصت ساعة، رقصت يومين، رقصت أسبوع كامل من غير ما تنام، من غير ما تاكل، من غير ما تقف ثانية واحدة. رجليك بتنزف وتجيب دم، عظمك بدأ يتكسر من المجهود وقلبك خلاص. بس جسمك مش راضي يقف، عمال يرقص. ده مش مشهد من عذاب جهنم في أسطورة دينية أو حتى تشبيه مجازي أو استعارة شعرية، لا، ده كابوس حصل فعلا على أرض الواقع في شهر يوليو سنة 1518 في مدينة ستراتسبورغ في قلب أوروبا. والكابوس دوت ابتدى بست واحدة بس، طلعت وقفت لوحدها في الشارع وبدأت ترقص، وبعد أسبوع ناس تانية انضمت ليها، وبعد شهر كان في أكتر من 400 شخص بيرقصوا في الشوارع غصب. وحبة منهم ماتوا وهم بيرقصوا، ماتوا من الإرهاق ومن السكتة القلبية ومن الجفاف. والسلطات كانت واقفة تتفرج ومش عارفة توقف المهزلة دي ازاي، والأطباء عجزوا تماما عن التفسير. كل دوت بنعرفه في حلقتنا النهارده في ملف رقصة الموت في ستراسبورغ. فعلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف، وأنا معاكم أحمد الغنيمي، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وفي البداية ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك وفولو البودكاست، ويلا بينا. في البداية عشان تستوعب حجم الكارثة ديت لازم تعيش معايا في مدينة ستراسبورغ سنة 1518. مدينة ستراسبورغ مدينة في منطقة الألزاس على حدود بين فرنسا وألمانيا حاليا، وفي الوقت ده كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كانت مدينة تجارية مهمة جدا، فيها أسواق وحركة بيع وشراء وناس من كل شكل ولون. بس المدينة ديت ما كانتش بخير أبدا، لأن السنين اللي كانت قبل الحادثة ديت اللي حكيتها لك كانت عبارة عن جحيم متواصل على دماغ أهل المدينة. أولا المجاعة والفقر، المحاصيل الزراعية باظت كذا سنة ورا بعض، والناس ما كانتش لاقية تاكل، وأسعار العيش ضربت في السماء، والفقر نهش في لحمهم، والجوع كان حقيقي بيموتهم في الشوارع. وتاني حاجة الأوبئة والأمراض. الطاعون والأمراض الخبيثة كانت مشتهرة جدا في أوروبا، وكانوا بيضربوا المنطقة ديت في موجات ورا بعض، والناس كانت بتشوف الموت بيخطف أهاليها وجيرانها كل يوم. فالخوف من المرض والموت كان ساكن جوه كل بيت. وتالت حاجة الرعب الديني، لأن احنا في قلب عصر الإصلاح الديني. مارتن لوثر كان قلب الدنيا بأفكاره في نفس الفترة دي تقريبا، والناس كانت عايشة في رعب وجودي، خايفين من غضب ربنا، خايفين من العقاب، ومرعوبين من بكرة. ورابع حاجة الخرافات، لأن الزمن ده ما كانش فيه طب حقيقي متطور، والناس كانت بتفسر أي حاجة غريبة بأنها مس من الأرواح الشريرة أو لعنة أو غضب من القديسين. فالمدينة دي تقدر تقول إنها كانت قنبلة موقوتة مليانة ضغط نفسي وجسدي وروحي ملوش وصف. كل اللي كانت محتاجاه القنبلة ديت علشان تفرقع مجرد شرارة، والشرارة ديت جت من ست واحدة بس. وده اللي بيحصل في نص شهر يوليو سنة 1518. ست متجوزة اسمها في السجلات التاريخية فراو تروفيا خرجت من بيتها ووقفت في نص الشارع، بدأت ترقص. بس دي ما كانتش رقصة احتفال ولا فرحة، ده كان رقص شكله مرعب ومقبض، رقص لا إرادي، حركة مستمرة متواصلة من غير أي مزيكا شغالة ومن غير أي سبب منطقي. والناس على طول بدأوا يتلموا ويتفرجوا عليها في الأول، افتكروها اتجننت أو بتعمل حاجة غريبة أو يمكن مريضة في أعصابها. وجوزها نزل الشارع وكان غضبان جدا ومكسوف منها، وفضل يزعق فيها عشان تقف وترجع البيت، بس هي ما كانتش بترد عليه ولا كانت قادرة توقف. فراو فضلت ترقص لمدة من 4 ل6 أيام متواصلة، ليل مع نهار، لدرجة إنها كانت بتقع على الأرض من كتر التعب والإرهاق وتنام ثواني، وبعدين فجأة تفز من مكانها وتكمل رقص كأن في قوة خفية بتحركها. ورجليها بدأت تنزف في الشارع، وجسمها كان بيصرخ من التعب، بس الرقص ده ما كانش بيقف. السلطات المحلية والأطباء طبعا اتلموا علشان يشوفوا المصيبة ديت إيه، ولما ملقوش تفسير قرروا ينقلوها في عربية حصان لمدينة تانية اسمها سافرن. المدينة دي كان فيها ضريح للقديس فيتوس، وده كان القديس اللي كانوا بيعتقدوا إن هو بيشفي من الأمراض العصبية. بس وهم بيعدوا فراو تروفيا على المدينة كان في حاجة مرعبة تانية بدأت تحصل في ستراسبورغ. في ناس تانية بدأوا هم كمان يرقصوا، مش واحد ولا اتنين، لأ، ده على نهاية الأسبوع الأول كان في عشرات من الناس ماشيين في الشوارع بيرقصوا نفس الرقصة الهستيرية المرعبة. وفي خلال أسبوعين بس العدد نط ل100 شخص. وفي ذروة الكارثة السجلات كانت بتقول إن عدد الممسوسين للرقص ده وصل لأكتر من 400 شخص، كلهم بيرقصوا في الشوارع، في الساحات العامة، وجوه بيوتهم. والوصف اللي وصل لنا من المصادر التاريخية المعاصرة للحادثة ديت، وتحديدا من مؤرخ المدينة سباستيان برانت، وتاريخ المجلس البلدي، كان بيقشعر البدن، بحيث إن هو كان بيحكي يقول إن الناس كانت بترقص ساعات وأيام متواصلة، وكانوا بيقعوا على الأرض من الإرهاق، وبعدين يقوموا ويكملوا كأنهم متبرمجين. حبة منهم كان بيغمى عليهم، ولما يفوق يكمل رقص. حبة منهم كان بيبكي بحرقة ودموع على خده وهو بيرقص غصب عنه،
وحبة منهم كان بيصرخ لأن عضلاته بتتمزق وهو جسمه مش راضي يوقف رأس. والإصابات الجسدية بجد كانت بشعة، رجليهم كانت بتتورم وتتسلخ، والعظم في كعوبهم كان بيتكسر من كتر الخبط في الأرض. جزامهم كانت بتتملي دم لحد ما تتقطع من رجليهم. والأسوأ من كل دوت إن في ناس بدأت تموت. رغم إن بعض المؤرخين الحديثين بيشككوا في أرقام الوفيات، بس المصادر التاريخية المحلية زي السجلات اللي كتبتها إيميلين وقتها بتأكد إن كان في وفيات بالمئات. وبعض السجلات قالت إن في أيام معينة كان بيموت 15 شخص في اليوم الواحد. ماتوا من إيه؟ من السكتة القلبية بسبب المجهود الخرافي اللي القلب مش مستحمله، ومن الجفاف الشديد لأنهم ما بياكلوش ولا بيشربوا، ومن انهيار الأعضاء الداخلية تماما. كل دوت وكانوا هما لسه بيرقصوا. المدينة كلها بدأت تعيش في رعب وهلع ملهمش وصف. الناس السليمة اللي بترقصش كانوا مرعوبين ومستخبين، خايفين العدوى أو المس دوت يمسك فيهم، خايفين يشوفوا حد من عيالهم أو أهاليهم يبدأ يتهز ويرقص. كانوا مرعوبين من حاجة هم مش شايفينها ولا فاهمينها. وده اللي خلى المجلس البلدي في المدينة كان لازم يتحرك. بس قراراتهم اللي خدوها وقتها لو بصينا لها دلوقتي هنلاقيها كانت في قمة الغرابة وزودت الكارثة. المجلس جاب الأطباء عشان يستشيروا، والأطباء ما كانوش دكاترة بالمعنى اللي نعرفه. علمهم كان خليط ما بين الملاحظة والخرافة والدين. والأطباء بصوا للناس اللي بترقص وقالوا المجلس الموضوع ده طبيعي، يعني ده مش سحر ولا شيطان، ده مرض اسمه الدم الحار، والحل الوحيد عشان يخفوا إن احنا نخليهم يرقصوا أكتر. يعني والله زي ما باقول لك كده، العلاج كان هو بجد المزيد من الرقص بوجهة نظرهم. نظريتهم كانت إن الجسم لو رقص لحد ما يجيب آخره ويستنزف كل طاقته، هيعالج نفسه ويُقف. وبناءً على الفتوى الرهيبة العجيبة ديّة، المجلس البلدي خد قرار مذهل. أمروا ببناء مسارح ومنصات خشبية ضخمة في الشوارع، وجابوا فرق مزيكا وعازفين أجّروهم بفلوس عشان يعزفوا للناس ديّة ليل نهار. ده غير إنهم أجّروا رجالة أشدّاء عشان يمسكوا الناس اللي بترقص دي ويسندوهم عشان ما يقعوش ويكمّلوا رقص. فعايزك تتخيل المشهد ده، مدينة فيها وباء مرعب والسلطات بتبني لهم مسارح وتجيب مزيكا، فالنتيجة طبيعي هتكون إيه؟ كارثة وسعت أكتر وأكتر. المزيكا والمسارح وتجمُّع الناس ديّة خلّت الظاهرة دي تنتشر زي النار في الهشيم، وناس جديدة سليمة انضمت للرقصة المميتة ديّة. ولمّا المجلس لقى إن الناس بتموت والموضوع بيبوظ منهم، غيّروا رأيهم فجأة. قرروا يمشّوا الموسيقيين وقفلوا القاعات، ومنعوا أي حد يعزف مزيكا في المدينة. وخدوا قرار أغرب، منعوا لبس اللون الأحمر أو الأحذية المدببة في الشوارع، لأن اعتقادهم الحاجات دي تستفز الناس وتخلّيهم يرقصوا. موضوع غريب، بس على الناحية التانية الكنيسة دخلت على الخط، والأساقفة والقساوسة قالوا إن كل دوّة بسبب غضب ربنا، وإن دي لعنة من القديس فاتوس بسبب ذنوب وخطايا أهل المدينة. وأمروا الناس بالصيام والتوبة والصلاة. ولمّوا الناس اللي بترقص دي في عربيات ونقلوهم لضريح القديس. والضريح دوّة كان في الجبال، وهناك عملوا لهم طقوس غريبة جدًا. لبسوهم جزم حمرا صغيرة ودهنوهم بزيت مقدس، وخلّوهم يلفوا حوالين تمثال خشب للقديس. وبشكل تدريجي وغامض في بداية شهر سبتمبر الظاهرة بدأت تخف لحد ما وقفت تماما. ومحدش وقتها عرف ايه اللي بدأها ولا ايه اللي وقفها اساسا. وفضل الامر متساب لحد ما بنوصل للقرن العشرين والواحد وعشرين كمان. العلماء والمؤرخين مسكوا الحادثة دي وبدأوا يشرحوها، عايزين يفسروا الجنون اللي حصل. وطلعوا بشوية نظريات، كل نظرية كان ليها منطقها وليها ثغراتها. وكان أول نظرية التسمم بالأرجوت، ودي كانت أول تفسير علمي يظهر. لأن الأرجوت ده فطر سام بيصيب محاصيل القمح وحبوب الجودار اللي بيعملوا منها العيش. الفطر دوت كان بيحتوي على مواد كيميائية شديدة التأثير، قريبة من تأثير المخدر ال LSD بتاع الهلوسة. فكان التسمم من الحبوب ديت بيعمل تشنجات وهلاوس بصرية وحركات عصبية لا إرادية. ولأن سترسبورج كانت في عز مجاعة، الناس كانت بتاكل أي حاجة تقع قدامهم حتى لو عيش معاها. طبعا الأمر يبان منطقي، بس الثغرة كانت فين؟ كانت إن التسمم بالفطر دوت لو حصل لمجموعة بيبقى لأنهم أكلوا من نفس المكان. بس الظاهرة دي ضربت ناس من طبقات وأماكن مختلفة في المدينة. والأهم إن التسمم دوت بيعمل تصلب وتقلص في الأطراف، فبيمنع الحركة أساسا، مش بيخليك ترقص بخفة لأيام متواصلة. وعشان كده أغلب المؤرخين دلوقتي بيرفضوا النظرية ديت. وتاني نظرية كانت الهستيريا الجماعية، ودي بقى النظرية الأقوى والأكثر قبولا في الأوساط العلمية لحد النهاردة. وإيه هي الهستيريا الجماعية؟ دي ظاهرة علمية موثقة بتحصل لما مجموعة من البشر يعيشوا في بيئة مليانة ضغط نفسي ومرعب لفترة يعني طويلة شويتين. فجأة يبدأوا يعانوا من أعراض جسدية حقيقية من غير أي مرض عضوي.
وخلّي بالك الأعراض دي بتبقى حقيقية جدًا، هُم مش بيمثّلوا، الجسم فعلًا بيبقى متشنّج وفعلًا بيتألم وفعلًا بيتحرّك، بس الزرار اللي شغّل كل دوّة هو زرار نفسي عصبي. حتى الدكتور جون ويلر المؤرخ البريطاني التقيل المتخصص في تاريخ الطب كتب كتاب كامل عن الحادثة ديّة، وسمّاه وقت للرقص وقت للموت، وقال فيه إن سترسبورج كانت عبارة عن حالة ضغط مقفولة على أهلها، مجاعة وأوبئة وفقر وزائد إيمان أعمى بالخرافات ورعب من لعنة قديس. فالشرارة كانت في أوتروفيا، الست اللي عقلها ما بقاش مستحمل الضغط أو الفقر، فانهارت نفسيًا وجسمها ترجم الانهيار دوّة بصورة حركات لا إرادية، اللي هو كان الرقص. والناس اللي في الشارع لمّا شافوها وهُم أصلًا مؤهلين نفسيًا للانهيار، كان عندهم إيمان بلعنة القديس، عقلهم الباطن لقط العدوى ديّة وبدأ ينفذ نفس الحركات، وده اللي العلم بيسميه العدوى الاجتماعية. عدوى مش بتتنقل بفيروس، لأ، دي بتتنقل برعب نفسي. وأنا عارفك دلوقتي هتسأل سؤال، هل ده ممكن يحصل بجد؟ وللأسف طبعًا، وموثّق في التاريخ الحديث في سنة 1962 في مصنع في تنزانيا، بنت بدأت تضحك وما قدرتش توقّف ضحك لساعات. العدوى اتنقلت ل95 شخص معاها في المصنع، بدأوا يضحكوا بهستيريا، والمصنع اتقفل شهور، والظاهرة ديّة اتسجلت باسم وباء ضحك طنجانيقا. وفي 2012 في مدرسة في نيويورك طلبات جالهم تشنجات وحركات غريبة، التحقيقات أثبتت إنها هستيريا جماعية، يعني الكارثة ديّة ممكن تتكرر عادي جدًا. وعلى الرغم من النظرية اللي فاتت دي كانت مقبولة، بس كان في نظريات تانية زي النظرية التالتة اللي كانت بتقول إن ده كان كله رقص ديني طوعي خرج عن السيطرة. وبعض الباحثين كانوا بيقولوا إن الموضوع بدأ كطقس ديني أو حركة تمرد واحتجاج من طائفة معينة، لأن في القرون الوسطى كان في جماعات متطرفة بتعذب نفسها بالرقص كنوع من العبادة أو التكفير عن الذنوب. وممكن الموضوع بدأ كفعل مقصود، وبعدين الهستيريا الجماعية خلت الناس تفقد السيطرة. بس الثغرة هنا إن كل الشهود وقتها أكدوا إن الناس دي أساسا كانت بتتلوى من الألم وبتترجى حد يوقفهم وما كانوش قاصدين يرقصوا. فطبعا ده اللي سقط النظرية ديت. وبنروح للنظرية الرابعة، رقصة التمرد النسائي. لأن بعد الحادثة بكام سنة جه دكتور طبيب مشهور كده جدًا اسمه بارسيليوس، ما أعرفش اسمه بيتنطق إزاي بس هو اسمه صعب أوي، ي حاول إن هو يدرس اللي حصل، وطلع بنظرية كده تحسها من الdark comedy بتوضح لك إزاي الطب كان بيفكر وقتها. بارسيليوس دوّة قال إن فراو ما كانتش مريضة أصلًا، لأ دي كانت ست بتكره جوزها وعايزة تذله في الشارع، فنزلت عملت نفسها بترقص غصبٍ عنها عشان ما تعملش شغل البيت. ولمّا الستات المقهورة في المدينة شافوها عجبتهم الخطة ونزلوا رقصوا هم كمان عشان يتمردوا على رجالتهم. فطبعًا النظرية دي بتوضح لك قد إيه هم كانوا في البطاطس خالص، وده ما كانش طب، ده كان يعني أسهل حاجة إن هو يلبسها في تمرد الستات. المهم إن الخلاصة العلم لحد النهارده بيميل بقوة لفكرة الهستيريا الجماعية الناجمة عن الضغط النفسي بس بعيدا عن كل دوت، الغريب إن حادثة ستراسبورج دي ما كانتش الأولى في التاريخ وما كانتش الأخيرة. يعني مثلا في سنة 1374 بعد ما الطاعون الأسود حصد أرواح نص أوروبا، حصلت موجة رقص جماعي مرعبة في مدن على نهر الراين في ألمانيا وهولندا وبلجيكا، نفس الوصف بالملي، ناس بترقص في الشوارع من غير إرادة لأيام لحد ما يموتوا. وفي سنة 1278 على كوبري في مدينة ماستريخت مجموعة من الناس اتصابوا بهستيريا الرقص في اللي يرقصوا لحد ما الكوبري وقع بيهم في المية وماتوا غرقانين. وسنة 1237 في إيرفورت بألمانيا مجموعة أطفال رقصوا بهستيريا ومشوا من مدينة لمدينة وهم بيرقصوا في حالة غياب تام عن الوعي. فالنمط واضح زي الشمس، الرقص الهستيري الجماعي دايما بيظهر في فترات الضغط الكارثي بعد الأوبئة، بعد المجاعات، بعد الكوارث اللي بتكسر نفسية البشر. والجسم البشري لما بيتعرض لضغط نفسي أكبر من قدرة العقل على الاستيعاب بيفجر طاقته في حاجات إحنا ما نقدرش نتخيلها. فالقصة دي بعيدا عن الرعب والغرابة اللي فيها بتدينا درس قاسي جدا، الدرس اللي بيقول الجسم والعقل مش حاجتين منفصلين أبدا. وده مش كلام تنمية بشرية، ده علم بجد، في فرع كامل فعلا في الطب اسمه الطب النفسي الجسدي. والأبحاث في الفرع دوت بتثبت بدليل قاطع إن الزعل والضغط النفسي بيعملوا تغيرات بيولوجية وفيزيائية حقيقية جوه جسمك. ما بنتكلمش هنا عن شوية صداع أو قولون عصبي، بنتكلم عن تشنجات وشلل مؤقت، عمى هستيري، حركات لا إرادية. الجسم فعلا بيعاقب صاحبه بشكل فيزيائي بعد. حتى أنت لما تسمع مثلا ده حصل له جلطة من الزعل وهكذا، كلنا بنتعرض للزعل بأشكال كتيرة.
وفعلا ممكن تجرى لنا حاجة من كتر الزعل. الناس الغلابة في ستراسبورج ما كانوش بيمثلوا، لا ده كانوا بيتألموا بجد، وجسمهم كان بيتحرك وبيتكسر. بس المحرك الأساسي لكل دوت كان جوه عقلهم المقهور، والخوف والجوع والرعب من العقاب. كل دي كانت ضغوط ملهاش طريقة يعبروا بيها عن وجعهم في مجتمع بيحرم عليهم حتى الشكوى. فجسمهم قرر إن هو يصرخ بالنيابة عنهم، وعبر عن الوجع دوت بالرقص لحد الموت. وده اللي بيطرح سؤال لينا احنا في زماننا: كم مرة حسيت بوجع في جسمك وطلع في الأساس مصدره جوه دماغك ونفسيتك؟ لأن وجعك في الحالة ديت هو مش وهم، وجعك حقيقي، بس سببه إن روحك هي اللي تعبانة مش أعضائك. وأنا شخصيا من مكاني هنا أنا فعلا بعاني من جزء من الأجزاء ديت، وبحاول كل مرة إن أنا أحاول أهونها على نفسي. والأوفر سينك شيء رهيب جدا، بس بحاول إن أنا كل ما أقدر وما يغلبنيش الشيطان إن أنا أحاول إن أنا أصلي ركعتين لله يطلعوني من الأمر دوت. وأتمنى إن الأمور تتظبط معايا وبندعي ربنا. وبس ده كانت قصة رأس الموت في سترسبورغ. كل مرة بنفتح فيها ملف تاريخي قديم بننسى دايما إن ورا الأرقام العريضة ديت في بني آدمين من لحم ودم. وفراو تروفيا الست اللي شريتها ولعت في المدينة كلها، محدش لحد النهاردة يعرف إيه اللي حصل لها في النهاية. السجلات وقفت عند نقلها لضريح القديس، ومعرفناش عاشت ولا ماتت هناك. معرفناش حتى اسمها بالكامل ولا سنها ولا الوجع اللي كان كاسرها وخلاها تبدأ الرقصة ديت. هي مجرد اسم باهت في سجلات قديمة، و400 شخص اللي رقصوا وراها ما عرفناش أساميهم، وما عرفناش عيالهم اللي سابوهم، وما عرفناش عدد اللي ماتوا منهم بالظبط. في سنة 1518 الفقراء والغلابة ما كانوش بيتسجلوا في دفاتر المواليد أصلا، والوفيات زي الأغنياء. التاريخ كالعادة كان بيحفظ أسماء الملوك والقادة والأقوياء، وكان بيجيب أستيكة ويمسح على أسامي الغلابة اللي رقصوا من القهر لحد ما قلبهم وقف. وده يمكن أكتر حاجة بتوجع في القصة دي، إن الناس دي اتعذبت وماتت أبشع موتة من غير ما حد حتى يفتكر أساميهم. وكل دوت بسبب ست واحدة رقصت في الشارع. العلم دلوقتي حط لنا تفسير منطقي ومريح علشان نقدر نريح دماغنا من اللغز دوت. بس القصة دي بتقول لنا إن الإنسان لما الضغط بيقفل عليه من كل ناحية وبيعدي حدود احتماله بيعمل حاجات هو نفسه ما يقدرش يستوعبها. مدينة سترسبورج كانت تمثيل أقوى للضغط النفسي. والسؤال اللي هسيبه يلف في دماغك النهاردة: إحنا دلوقتي عايشين في عالم مليان ضغط من نوع تاني خالص. ضغط شغل، ضغط ديون، توتر، سوشيال ميديا، مقارنات ورعب من هنا لبكرة، ومن المستقبل اللي مش مضمون. فترى جسمك بيقولك إيه وإنت مش سامعه؟ بس أنت على العكس، أنت مش زي ستراسبورج، أنت مش محتاج تصدق في أرواح شريرة ولا غضب آلهة. أنت أكيد لازم تعمل اللي عليك لربنا، بس لازم تصدق إنك لو فضلت تكاتم جواك وما سمعتش صرخة نفسك، جسمك هيلاقي الطريقة اللي يسمعك بيها غصب عنك. وأحيانا الطريقة دي ما بتستأذنش. فبس دي كانت حلقتنا النهارده، وده كان بودكاست من الارشيف. كان معاكم احمد الغنيمي، ودي برضه حلقه من ضمن الحلقات اللي انا مسجلها وانا جوه مركز التدريب. ارجوكم يعني ادعوا لي كل ما تبقوا فاضيين، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. وبس ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وفولو البودكاست، وتعملوا سبسكرايب على يوتيوب، وتفعلوا زرار الجرس، وتشاركوا الحلقه دي مع حد مهتم بالحلقه ديت. ممكن تكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات، وباذن الله لما اخرج من كل المعمعه ديت باذن الله اقرا كل الكومنتات. وما تنسونيش بصالح دعواتكم، واشوفكم في حلقة جديدة. يا رب كلكم تخشوا الجنة، وسلام.